الفنان الكبير احمد سلامه منورنا النهارده في انتخابات نقابه المهنه التمثيليه. ربنا يعزك ويكرمك، انتوا اللي منورنا. ايه رايك النهارده في التنظيم في وسط نخبه من النجوم، الفنان احمد آدم، الفنان ماجد مصر، الفنان ايكرا عامر، كل نجوم مصر، من الفنان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ده واجب كل فنان انه يجي يقول هو عايز مين. تمام. ده حقه. تمام. واللي ما بيستخدمش حقه ده يعني مش يعني غلط. احنا عاوزين المره دي بقى في الدوره المره دي يا استاذ احمد يبقى في فكر احسن، لان يعني الفتره اللي فاتت انا شايف، معلش عفوا انا ما بحبش اتكلم في الكلام ده، في فنانين كتير يعني قاعده في بيوتها مش شغاله، فانت شايف ايه كوجهه نظرك؟ ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى احسن للناس كلها. انا مستمر في المجلس من الستة اللي لسه الدوره الجايه هنزل لو نزلت يعني ان شاء الله. والستة اللي جايين لنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقنا في اننا يجعلنا سبب اساسا. طبعا انت عارف ان النقابه عمل خدمي اساسا اكيد بكل شيء، ومفيش نقابه في مصر التشغيل يخصها. يعني التشغيل ده يعني مش مسؤوليه نقابه، انما في النهايه احنا بنساعد بعض ونساعد زمايلنا وبنقف جنب بعض، واحنا اسره واحده اساسا. وانا بحب اليوم ده لانه بجد انا بحس انه احتفاليه اكتر منه انتخاب يعني. فربنا يوفق كل اللي متقدمين للانتخابات وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى احسن لكل الناس باذن الله، باذن واحد احد. الفنان احمد سلامه جمهورك ومحبينك الناس كلها بتحبك، انت شخصيه جميله وليك فن وليك رقي. عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم، وربنا يعيده علينا يا رب بالسلامه وبالحب وبالخير وبالامن وبالامان. وان شاء الله انا دايما متفائل، انا من الشخصيات اللي دايما متفائل في بكره، يعني عندي امل في بكره. التفاؤل حلو بيدي استمرار، بيدي طبعا ومن غير التفاؤل هنعمل ايه في بعض يعني هنتعب يعني. النجم الكبير احمد سلامه شرفتني ونورتني، ربنا يخليك وربنا يديك الصحه ويخليك لمصر. نورتني في برنامج البنت بنيجي على قناه الحدث. ايوه صح، وقناه ميديا سينما المخرج الحاج يوسف بشار. صحيح، دي كل الحب التدريب يا حبيبي. ربنا يخليك وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان السنه دي يبقى سعيد عليكم وجميل.